كشفت تسريبات عن خطط الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإجراء تغييرات جراحية تقنية قبل مونديال 2026 تهدف إلى دعم المدرب وليد الركراكي مع تطوير منظومة العمل. وتتلخص هذه التغييرات في 4 نقاط أساسية. أولا، تقرر استمرار وليد الركراكي في منصبه، لكن مع وضع شروط جديدة تضمن تركيزه الكامل على الجانب التكتيكي، وذلك عبر تقليص بعض صلاحياته الإدارية والتقنية المطلقة التي كان يتمتع بها سابقا. ثانيا، تتجه الجامعة لتعيين خبير تقني دولي ليكون حلقة الوصل بين رئيس الجامعة فوزي القجع والمدرب. هذا المنصب سيعمل كعين رقيبة لضمان سير المشروع التقني في المسار الصحيح. ثالثا، سيتم استبعاد بعض الأسماء في الطاقم التقني التي لم تقدم الإضافة المطلوبة وتعويضها بكفاءات قادرة على تقديم حلول بديلة. الهدف هو تشكيل طاقما إيجابيا يقترح أفكارا تكتيكية مختلفة ولا يكتفي فقط بموافقة على القرارات المدرب. رابعا، الاعتماد بشكل أكبر على التحليل الرقمي داتا والمعدين الذهنيين لتفادي النرفزة والضغط النفسي في المواعيد الكبرى، وضمان جاهزية اللاعبين بدنيا وذهنيا لمواجهة منتخبات عالمية مثل البرازيل. الجامعة تسعى لخلق توازن بين الاستقرار ببقاء الركراكي والتجديد بتغيير الطاقم لضمان ظهور المنتخب بوجه مغاير في كأس العالم المقبلة.